بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين وحبايبي في كل مكان. بصوا النهارده ان شاء الله هنعمل، شايفين الفرخه المربربه الحلوه دي؟ يلا تعالى عشان نعمل مع بعض الاكل الحلو ده كده. شايفين هنعمل ويكا صعيدي، وهنعمل رز بالشعريه، وهنعمل براني. احنا بنقول عليه براني، اللي هي الباميه بدمعه دي بنقول عليها براني. وهنحشي الفرخه دي حشوة. هوريكم هنعمل ايه. يلا بينا على الفيديو. بصوا معانا الفرخة اهي، غسلناها كويس خالص بالدقيق والملح ونقعناها حلو خالص اهي، شايفين؟ وهقول لكم احنا هنعمل معاها ايه. شايفين منظر الفرخة؟ اتغسلت حلو خالص، مفيهاش اي ريحة ولا اي حاجة خالص. غسلناها حلو. ومعانا بصوا بوريكم شكلها حلو من تحت ازاي، شكلها حلو من جوه نضيفه ازاي. حاطين عليها ورق لورو، وبشرين بصل بالمبشره بتاعت زمان مش بالكبه، بشرين بصل بالمبشره. ماشي. هنتبل البصل ده حلو خالص كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، حاطين عليه الملح، وهنحط عليه فلفل وكزبره ناشفه. بصوا خليكم متابعين معايا كده لاخر الفيديو. حطينا الفلفل اهو. هنحط بعد كده توابل الفراخ، وهنحط الكركم. الكركم حلو جدا، بينزل كل الدسم اللي في الفراخ في الشوربه، فبتبقى طعم الشوربه حلو جدا اهو. ومفيد على فكره، مفيد لبتوع الرجيم، يعني اللي بيعمل رجيم حلو جدا، عشان خاطر بينزل الدهون اللي في الجسم اهو. بصوا حطينا توابل فراخ كده، وفضلنا ندعك في البصل كده دحكه حلوه خالص. تدعكي حلو خالص كده في البصل اهو، تفضلي تدعكي فيه كده لغايه لما تنزلي الميه اللي فيه. البصل اهم حاجه ان انت تدعكيه حلو، والبصل كل ما بيدعك مع التوابل بيبقى طعمه افضل، يعني بيبقى حلو، طعمه حلو، بيدي ريحه حلوه. بنزل بيه كده على الفرخه اهو. نزلنا كده بالخلط على الفرخه بعد ما دعكناها حلو كده. هنمسك بقى الفرخه ايه، نفضل ندعك فيها كده اهي. بصوا شايفين؟ هفضل ادعك في الفرخه حلو خالص كده. اهم حاجه ان انت تبقي حاطه مملحه الفراخ او اللحمه او اي لحوم. المفروض ان هي تتملح حلو خالص، عشان لو ما خدتش الملح الكافي بتاعها ما بيبقاش طعم اللحمه حلو. الفراخ اهم حاجه تملحيها، ومن الاول كمان، من اول ما تيجي تطبخيها كده لازم تاخد الملح بتاعها كده، وتاخد كفايتها كده من الملح عشان يبقى طعم اللحمه حلو. بصوا شايفين؟ بدعك الفرخه حلو خالص كده، ظهر الفرخه كده، وبدعكها من جوه، وبدعك بصوا في الوراك من جوه كده اهو. بصوا بنفس الشكل كده تدعكي حلو خالص. كل ما بتدعكيها بالبصل كده وتحت الجلد برضو، بترفعي الجلد كده وبتدخلي ايدك كده وتدعكي حلو خالص تحت الجلد اهو. شايفين؟ دعكنا حلو خالص كده اهو. هي كده اتدعكت كده حلو خالص بالبصل. هتشرب بقى، هنسيبها شوية بقى ايه، نص ساعة اقل حاجة، يعني نص ساعة كده. هتسيبها شوية كده على جنب كده، تغطيها كده على بال ما بتعملي بقية الحاجة بتاعتها، بتكون هي شربت كويس خالص من التتبيلة. هنجيب طاسة كده وفيها مادة دهنية، اي مادة دهنية عندك، زيت، زبدة، سمنة، اللي عندك تحطيه. بصي دي شعرية، هنقلب الشعرية كده ونحمرها اهو. حطيناها كده في الطاسة، وهنبدأ ايه، نقلبها كده لغاية لما ايه، تاخد لون كده وتتحمر اهي. واحدة واحدة كده انت بتحطها على نار هادية كده الشعرية، وبتقلبيها كده على نار هادية. ايوه كده. الله على الجمال، الله على الريحة. عارفين لما بتكوني بتعملي شعرية زي كده، بتبقى الريحة بتاعتها حالا بتطلع كده، بتبقى ايه،
رهيبة. انا بحب ريحتها لما باجي احمرها. اهو شايفين اهي بدأت تتحمر اهي. ايدك فيها على طول بالمعلقة، يعني طول ما انت واقفة كده بتقلبيها على طول على طول كده، لان هي ما بتاخدش وقت في التحمير، فلازم تبقى على طول على طول كده المعلقة فيها على طول وانت بتقلبي نفس التقليبة كده. اهو يا حبايبي، الله على الجمال، بدأت تاخد اللون اهو. انا مش عايزة اجري الفيديو، عايزاكم تتفرجوا على كل تكة احنا بنعملها اهي. الله على الجمال، الريحة تجنن. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك واعملوا شير لكل حبايبكم. بصوا اهي، بعد ما حمرناها بننزلها كده في طبق كده عشان هنعمل حاجة تاني. اهو نزلنا كل الكمية كده بعد ما اتحمرت الشعرية. بنزل كده ببصلاية حلوة كده يعني متوسطة مش كبيرة اهي. انا بحب اقطع كده على البوتاجاز، على فكرة بحب ابقى حاطة الطاسة كده وحاطة الحلة واشتغل على طول عليها كده، بحس ان ريحة الاكل بتطلع كده حلوة. اهو واحدة واحدة كده كده، العين شغالة على فكرة، البوتاجاز شغال اهو. تحطي اي حاجة، حطي زيت حطي سمنة زي ما اتفقنا، اللي عندك تحطيه، ما توقفيش على حاجة، اللي عندك في البيت حطيه. هنحمر البصلة كده او هنصفرها شوية، يعني لونها يصفر كده، مش هتحمريها جامد، لونها هيصفر. هنقلب فيها كده اهو. الله على الجمال، بجد الاكلة دي روعة روعة جميلة جدا اهو. انت بتغيري في طعم الفراخ، بتغيري في طعم الاكل عشان الولاد ياكلوا اهو يا حبايبي. هي اللحمة، هي الفراخ، بس انت اعمليها بطريقة تخلي اللي في البيت ما يزهقش من الاكل، يعني غيري شوية اهو. بصوا شايفين لون البصل اصفر كده. حطي بقى ايه، دول شوية كبد صغننين على فكرة، مش كتار اهو. بصوا شايفين كمية باينة حتى يعني، بس انا ايه حطيتهم فيها، قلت تعمل طعم، اي حاجة فيها لحوم زي كده في الاكل بتبقى لها طعم حلو يعني. رشين عليها حبة فلفل صغيرين كده عشان ريحة الزفرة بتاعت الكبدة. دي كبد في قوانص اهي. مش مهم تستوي، لان هي كده كده هتستوي اصلا مع بقية الخلطة. احنا بنقلبها، بتاخد تقليبة كده وبنروح منزلين عليها ايه الشعرية اللي احنا حمرناها. شوفوا اهي، واحدة واحدة كده بنقلبها ببعضيها. الله، عارفين الريحة كانت رهيبة. بصوا ريحتها جميلة 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 اهو. رشينا التوابل بتاعتها كده، حطينا فلفل وحطينا ملح، بس فلفل اسود وملح مش اكتر من كده، وشوية كزبرة ناشفة بس. بتزوديش توابل كتيرة في الاكل على فكرة، يعني احيانا كتر التوابل او الافورة جامد في التوابل بتضيع طعم الاكل خالص. لكن في اكلات معينة زي الاكلات دي مثلا مش عايزة توابل كتير، عايزة التوابل العادية اللي احنا بنستعملها على طول، يعني الفلفل والملح وده كفاية يعني اهو. الله الله، الريحة ما اقولكمش تجنن تجنن. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو اهو. شايفين بوريكم منظرها عامل ازاي
الله على الجمال. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. اهو خلصت على كده. بصوا احنا كنا نسينا ننغز الفرخة كده، بس هي شربت حلو خالص من التتبيلة. بس بصوا هنغزها كده عشان حتى لما نيجي نسويها تستوي بسرعة، عشان كده هنغزها شوية اهو. هنيجي بقى نجيب هنجيب الخلطة اللي احنا عملناها اهي، وهنبدأ هنحشي الفرخة من جوه كده اهي. اهي واحدة واحدة كده. هي الفرخة مش هتاخد كل الحشو دون، لان انا هقول لكم احنا هنعمل برضو ايه، احنا مكترينه عشان هنعمل حاجة تاني بيه. حشينا كده الفرخة كده، وهنجفل الفرخة من تحت بالخلة. هتجفليها بالخلة كده اهي، عشان الحاجة اللي فيها ما تنزلش. نجفل كده بالخلة كده حلو. ده لان الفراخ البيضة اصلا بتبقى رجلها قصيرة كده، فما بتوصلش زي الفراخ البلدي، فهنجفل من تحت بالخلة اهو. ريحة التتبيلة كانت تجنن والله، يعني هي لسه مش مستوية بس الريحة رهيبة بصراحة، كانت ريحتها تجنن اهو. خلصناها اهي. اهم حاجة انك تشدي جلدها كده، تقعد بجلدها علشان لما تيجي تستوي تبص تلاقي الجلد ماسك فيها لتحت كده، تبقى شكل الفرخة حلو. حطينا مية كده، والمية غلت على البوتاجاز، وسقطنا فيها الفراخ اهي، ونزلنا بقية الخلطة بتاعتها عليها. شايفين لون الشوربة اول ما نزلنا كده، عشان الكركم اللي فيها. جربوا كده تحطوا الكركم في الشوربة، جميل والله وصحي جدا، يعني بيخلي طعم الشوربة حلو وصحي. وبتحس ان هو نزل الدسم برضو اللي في الفرخة، يعني تحس ان الحلة كلها دسم. حطينا لها ملح كده، ظبط الملح اهم حاجة، لان هي احيانا تبقى ممكن بعد ما بترميها في الحلة بتبقى ناقصة ملح، فظبطي الملح بتاعها من الاول، الفراخ بالذات. بصوا بقيت الخلطة بتاعت الشعرية احنا كنا مزودينها من الاول عشان هنعمل بها الرز. حطيناها كده في الحلة بتاعت الرز، هما متحمرين. وهنغسل كمية الرز اللي احنا عايزينها ونضيفها على الشعرية اهو. الكمية اللي انت هتطبخيها ضفناها على الشعرية كده، وهنقلبها مع بعضيها. وبنضيف التوابل وهي كده زي ما هي كده، قبل ما تحطي ميه. انا سخنه ميه على فكرة في الكاتل، سخنت لها ميه، سخنت ميه للرز. انا بحب اسخن ميه للرز بيكون افضل اهو. حطيت التوابل قبل ما احط الميه، حطيت ملح وفلفل بس. بصوا نزلنا بالميه اهي، الميه السخنه اهي، وبنقلب الرز. جربي تسخن الميه كده وتحطي الميه سخنه، بتكون افضل. ليه بتكون افضل؟ لان الرز حلا بيغلي كده وبعدين بيدي طعم حلو على فكره اهي. بصوا عايزه اقول لكم ان الحاجات اللون الاسود ده الفلفل، ده الفلفل اللي انا حطيته اهو. دي التوابل، الفلفل اللي انا حطيته اهو. بنعمل هنا شويه براني، احنا بنقول عليها براني هنا عندنا في الواحات، بنقول عليها براني. بصوا الباميه، انا كنت منجيه شويه الباميه الصغيرين. ده الجرن على فكره صغير، هو باين شويه كبير في الكاميرا، بس هو الجرن صغير جدا اصلا اهي. جمعتها كده ودي كانت كنت انا الصلصه دي عاملاها في الفريزر، كنت مطلعاها. قطعت بصلايه كده متوسطه، بقلبها كده لغايه لما لونها يصفر اهو. دي شويه توم مهروسين كده اهو. توم، ده بتوم الفريزر ده،
فانا بحطها كده مجرد ما البصله تصفر كده، فبنزل ايه حته التوم دي، بتديها ريحه وطعم، بتوديها في حته تانية خالص. الله على الريحه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي حبايبي، وحدوا الله. اهو بصوا، مجرد ما تنزلي حته التوم كده على البصل، شم الريحه. اهم حاجه الريحه وانت بتطبخي، ريحه الاكل حلوه تلاقي الاكل طعمه حلو. اهو بنقلب البصل كده بس لونه مجرد ما لونه اصفر كده، رحنا نازلين بالصلصه دي اهي، ونزلنا بعد كده نزلنا بعد كده بالباميه. يعني مش عارفه حته الباميه ما ظهرتش، شويه الباميه وانا بحطهم ما ظهروش في الفيديو. اهو نزلنا بيها كده وحطينا التوابل بتاعتها، وبعد كده بنروح بنعمل ايه، بنعمل شويه ويكا صعيدي. بصوا شايفين، انا خدت الجرن الصغير عملته براني، وده الجرن الكبير اهو. هنستعمله ايه، هنعمله ويكا صعيدي. اهم حاجه بصوا، الجرن كبير بس اهم حاجه لازم يكون ايه، ما يكونش ناشف، يكون طري. الناشف ده ما تحطش خالص. اهو احنا بنقول عليه الناشف ده بنقول عليه شايخ، فما بنحطوش اصلا، لان هو اساسا مش بيمشي في السكينه اصلا وانت بتقطعيه. بصوا احنا بنقطع ازاي الباميه، بنقمعها ازاي. شايفين الحته اللي قاعده من فوق دي لازم تبقى قاعده، دي هي اللي بتحلي الباميه. ايوه، ما تجيش كده تروحي قاطعه الجمع كله كده وترميه، تجمعيها زي ما انا وريتك شكلها كده بالظبط. اهي الباميه بسم الله ما شاء الله، شايفين السكينه ماشيه فيها باميه طريه وحلوه بسم الله ما شاء الله. اهي بصوا شايفين اهي، انت بتميل السكينه كده وبتاخدي كده خفيف خفيف كده، فبيقعد الجمع زي ما هو كده، بتقعد طرف الجرن زي ما هو اهو. تبدا تقطعيه شويه بشويه كده، وشايفين بنعمله دواير كده، بس ما تخفيش الدواير دي، تكون عريضه شويه اهي. شفت ازاي احنا بنجمعها، انا عارفاكم كلكم حلوين وبتعرفوا تجمعوا الباميه يعني، بس انا بكلم ولاد الصغيرين، بنات الحلوين الصغيرين. اهو بصوا شايفين اهو، الجرن الحلو هو اللي بيمشي في السكينه، لكن لو جرن بايظ وناشف وشايخ زي ما انا قلت لكم كده مش هيمشي في السكينه. بصوا شايفين اهو، وده اللي انا بقول لكم عليه. شايفين منظره اهو، مش معدي في السكينه خالص اهو حتى طار مش عاجبه اصلا. بصوا شايفين اهو، عايزه اقول لكم ان هو ده طالما ما مشاش في السكينه ما تحطوهوش خالص اهو. شايفين بيمشي، شايفين القطعيه بسم الله ما شاء الله اهو. بنكمل كده اهو. بصوا احنا كملنا كده تقطيع كده ولما بنيجي بنعملها ما بنغليهاش في شوربه الاول، بنحط عليها ميه زي ما انتوا شفتوا كده، بنحط عليها حبه ميه، كوبايه ميه كده، وبنحطها على البوتاجاز تغلي. هي بتستوي في الميه عشان تفضل خضرة زي ما هي، يعني احنا بنسويها الاول في الميه. بصوا اهو، حطيناها كده، رفعناها كده على البوتاجاز بشويه الميه اللي احنا حطيناهم، وهنسيبها تغلي لغايه لما تستوي في الميه اللي احنا حاطينها دي، قبل ما نضيف عليها الشوربه اهو. بصوا بقى ايه، هندج لها التوم ده، دي شطه حمرا اهي، وبندجه في الهون. واحلى اكل الهون طبعا، بتحسي ليه طعم كده مختلف كده وطعم حلو اهو. لما بتدج الحاجه في الهون كده ايه، بتحسي ان طعم الاكل حلو صراحه. دي شويه كزبره ناشفين برضو، او الباميه بتحب الكزبره الناشفه الويكه، بندجها كده في بعض كده اهو. خلصنا كده، بنروح بعد كده على البوتاجاز اهو.
ايوه اهو، بتاخدي الخليط اللي انت حطيتيه ده، اللي انت دجتيه ده، وبنروح بيه على حلة البامية، وبنضيف لها بقى شوية الملح. احنا كده كنا حاطين التوابل بتاعتها ومفيش غير الملح بس اللي محطيناهوش. بنضيف ايه شوية الملح، وبعدين بنضيف الخلطة بتاعت اللي احنا دجيناها دي. اهم حاجة في البامية ان انت ما ان انت تشوفي تظبطي الملح بتاعها، عشان لو عدمة هيبقى طعمها مش لذيذ خالص. تظبطي ملحها حلو. لو دلعة ولا عدمة زي ما بتقولوها انتوا مش هيبقى طعمها حلو. اهو شايفين الخضار بتاعها بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، بصوا بوريكم ان هي، بصوا هي كده وصلت لمرحلة السوا كده. الايه البامية استوت. شايفين دي مفركة، دي مفركة ايه خشب، دي مخصوصة دي احنا بنشتريها مخصوص للويكة. بصوا بمسكها ما بين ايديا كده وببدأ افرك البامية، افركها يعني انا بنعم كله ده، كل الحلقات دي بتنعم. الحلقات بتاعت البامية اللي انتوا شايفينها دي بتبقى ناعمة كده كلها من كتر الفرك، فبتتكسر كل دي وبتنعم اهو. عايزه اقول لكم ان اللي مش موجود عنده مفركه زي كده، اصل مش من السهل ان انت تلاقيها في اي مكان اصلا برضو يعني. فانت لو مش موجوده عندك مفركه ما تغلبيش نفسك عادي برضو يعني. بصي ممكن بالمضرب السلك ده وتعمليها، تضربيها كده، بصي هتدي نفس النتيجه برضو يعني ما تحيريش نفسك خالص. المضرب السلك هيدي نفس النتيجه بالظبط اهي. تفضلي تضربي فيها كده لغايه لما تنعم كده، وتبصي تلاقيها ايه وصلت للقوام اللي انت عايزاه اهو. اهو حتى ممكن تعمليها زي ما بتعملي المفركه برضو يعني، تفركيها ما بين ايديكي كده. الله على الجمال، الريحه كانت تجنن والله، طعمها حلو. جربوا كده الويكا الصعيدي، طعمها رهيب والله. يعني انا مش عشان احنا بس متعودين عليها، لا هي فعلا طعمها جميل جدا على فكرة، ومفيدة جدا للمعدة، حلوة خالص اهي. على فكرة انا كنت ضفت عليها الشوربة، بس ما ظهرتش الحتة دي في التصوير، بس انا كنت ضفت عليها بعد ما استوت، رحت ضايفة عليها قبل ما افركها بالمفركة، ضفت عليها كمية الشوربة. بصي ظبطي قوامها، بصي القوام عامل ازاي. بصي هي كده خلصت البامية. شايفين الجمل، شايفين الحلاوة، الله 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 على الريحة اللي تجنن، بسم الله ما شاء الله. بصوا الله الله على الجمال، بسم الله ما شاء الله على الريحة. بصوا شايفين منظر الفرخة، الله الله. احنا بنفتحها بمقص المطبخ اهو، مقص المطبخ ده حاجة كده روعة في المطبخ. بصوا شايفين الخلطة اللي من جوه، ريحتها كانت تجنن اهي. الله 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 على الجمال. الفراخ كان طعمها حلو والتتبيله حلوه. الله بصوا بصوا فيها كبد ازاي، شايفين الكبد روعه. الله واو جميله. والفراخ شايفين الفراخ مستويه ازاي، الله الفراخ مستويه رهيبه. الله على الجمال. بصوا الباميه الويكا الصعيدي، وادي الرز، وادي البراني اهو. يلا حبايبي، انا عايزه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. يلا سلام عليكم.